صاحبة هذا المشروع اللي يعتبر واحد من أكبر مشاريع السكك الحديدية بألمانيا هي المهندسة المغربية أمينة كرم اللي تشرف حالياً على 3000 عامل وعاملة تقريباً. أمينة اشتغلت بمشاريع عالمية مهمة بمصر والجزائر، فشلون قدرت توصل لهذا النجاح العالمي؟ أمينة مرحبا. يعني شنو شعورك أنت وتشوفين المشروع اللي خططتي له بدأ بالتنفيذ؟ شيء زوين بزاف، إحساس زوين. يعني بعد عناء طويل قدرنا أننا نبدأوا البناء ديال هذا المشروع الحمد لله في وسطها. واحد تعلمته من والدي رحمه الله، يعني أنت يمكن أن تكون ناجح جدا لما مشيتي درتي شي حاجة اللي صعيبه ونجحتي فيها، حاجه اللي ما يقدرش يديرها واحد اخر. لانه صعبه حبيتيها؟ اصعب تخصص كان هو تخصص الانفاق. والدي كان تيقول لهم هذه غادي تطلع احسن منكم، هذه راجل. والدي مريض، كنت اريد ان اذهب الى امريكا ان ادرس هناك، ولكن للاسف كانت يعني الظروف الماديه لم تسمح. وبعد ذلك قلت غادي نمشي لالمانيا، يمكن لي نقرا وفي نفس الوقت أساعد العائلة وأساعد نفسي. كانت تجربتك بالجزائر خاصة كانت أول تجربة لك كمديرة مشروع؟ الأصل في هذا التطور وفي أمينة اليوم هي الجزائر، لأنني هناك تعلمت كثير من الأشياء، تعلمت يعني الإدارة أصلها، وتعلمت كيف أضرب على الطاولة. شوف احنا هذا المشروع واحد من أفخم المشاريع بالدوتشه بان، أنت تديريه، شنو يعني لك هذا المشروع أمينة؟ تشالنج، هو تحدي بالنسبة لي. المشاريع كاع اللي خدمت فيها كان فيهم تحديات كثيرة، وهذا هو اللي تيخليني نقرب لهذه المشاريع. كيف أثبتي نفسك أنت كمديرة؟ تتفرض نفسك دائما بالعطاء ديالك، بالمجهود، لأن تقول أوكي لدينا كثير من المشاكل، ولكن لدينا مديرة التي تأتي بحلول، هكذا يتقبلونك.